بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم المهندس محمد إسماعيل في كورس حساب أحمال الرياح على المباني والمنشآت. وصلنا للمحاضرة الثالثة. تقدروا تشوفوا المحاضرتين اللي فاتوا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشوفوا المحاضرة دي والمحاضرات الجاية إن شاء الله على قناة اليوتيوب وباقي وسائل التواصل. ولو حد عنده استفسار أو سؤال ممكن يقدر يتواصل معايا على الواتساب. هنعمل ريكاب على المحاضرتين اللي فاتوا بحيث ان احنا نقدر نكمل احنا وصلنا لحد فين. احنا بنتكلم النهاردة عن ازاي نحسب احمال الرياح. احمال الرياح ديت احنا قلنا في الاخر هي احمال الرياح ديت هي يعتبر ده الكيو بتاعتنا اللي هي ضغط الرياح او ضغط الهواء الخارجي، تمام، على المبنى او المنشأ. يعني بالنسبه لنا لو احنا عندنا في ويند بريشر جاي كده ومأثر على المبنى، ده الويند بريشر ده قلنا حساباته هي جايه من معادله برنولي. ولكن طبعا في جزء، يعني احنا كانت معادله برنولي دي كانت يعتبر على فلو كونتينيوس فلو مثلا هو ماشي، تمام. لكن الوضع اللي بيحصل ان انت عندك الهواء مثلا هو بيأثر، المفروض ان هو في جزء بيروح منه كده وجزء بيروح كده، تمام. وفي نفس الوقت بيختلف على الشيب وبيختلف الارتفاع بتاع المبنى. فطبعا هنيجي ان احنا هنلاقي فيه شوية فاكتورز محتاجين يعملوا ادجستمنت او كورليشن لفعلا لقيمة الويند بريشر الحقيقية اللي هيحس بيها المبنى. وبالتالي قلنا احنا ساعتها ان ده كيو دي اللي جايه من معادله برنولي وهتضرب فيها شويه فاكتورز، وجوه برضو الكيو دي فيها فاكتورز تانية هنعرفها برضو مع بعض. ولكن هي المعادله الاساسيه اللي احنا نحسب بيها احمال الرياح والضغط بتاع الرياح. هنلاقي معامل اسمه سي اي وكي. سي اي ده يعتبر بيعتمد على الشيب بتاع المنشأ. الكي ده بيعتمد برضو جزء على ارتفاع المبنى، تمام. وسرعة الرياح بتختلف في كل ما بتطلع لفوق كل ما بتلاقي في تغير في الويند بريشر. طبعا الكيو دي احنا قلنا اللي هي دي المعادلة الأساسية اللي هي جاية ضغط الهواء اللي جاية من معادلة ايه برنولي. قلنا ساعتها قلنا ان احنا دلوقتي عندنا الكيو دي كده، يعني في الجزء ده اللي احنا بنتكلم عليه نص رو في بي سكوير ده. دي معادلة برنولي، تمام تمام. لكن في اتنين فاكتورز اسمه سي تي وسي اس، تمام. دول جوه المعادلة، يعني معادلة برنولي المفروض ان هي التو تيرمز دول. لكن في اتنين فاكتورز قلنا سي تي وسي اس، تمام. ده غير التو فاكتورز التانيين اللي احنا قلنا سي اي وكي. طب احنا ليه هنا في تو فاكتورز جوه المعادله وفي اتنين تو فاكتورز بره المعادله؟ دول ريليتد اكتر بالبريشر بتاع الايه الويند، دول ريليتد اكتر بالشيب بتاع المنشأ. يعني اللي احنا دلوقتي مثلا لو بنقول ان الكيو بتاعتنا بتساوي نص رو في سكوير، دي الجزء ده بتاع معادلة برنولي. في اللي هو الفاكتورز بتاع سي تي وسي اس. سي تي وسي تي اس دول ريليتد اكتر بالبريشر اللي هيبقى على المنشأ. في تو فاكتورز التانيين اللي هو السي اي والكي معتمدين اكتر على الشيب بتاع المنشأ، والكي برضو في جزء منه معتمد على سرعة ايه الرياح. طيب طبعا احنا قلنا قبل كده ان احنا مثلا عندنا الكيو ده، طبعا ده البريشر اللي انا بدور عليه وعايز اعرف احسبه، تمام، عشان بعد كده احسب منه التوتال ايه بريشر. طيب الرو ده قلنا كونستانت ديت كثافه الهواء لان هو الفلو عندي هنا هواء، فبالتالي كثافته 1.25 كيلو جرام بر متر كيوب. في دي سرعه الرياح. طبعا يعني ايه سرعه الرياح؟ هي بتختلف، قلنا بتختلف، طبعا بتختلف لو انت مثلا منطقه ساحليه بتكون طبعا اكبر من تكون منطقه داخليه. وبالتالي احنا في المحاضره اللي فاتت شفنا تقسيمه المدن والمحافظات جوه مصر. كل مدينه وكل محافظه هتلاقي ايه ليها ايه سرعه. وبالتالي لكن الكومن ان انت المحافظات الساحليه بيبقى عندها الهواء اعلى، سرعه الرياح اعلى من المدن الداخليه. نيجي بعد كده قلنا في الفاكتورز بتاع سي تي. الفاكتورز بتاع السي تي ده هو معتمد على الطبوغرافية بتاعة الأرض. طبعا كل ما تكون الأرض
مسطحة بتكون ايه، يعني أرض مسطحة ما بتقللش الاحتكاك بتاع الهواء. في نفس الوقت كمان برضو في هل هي الأرض فيها جزء مايل، تمام، فده بيزود الويند بريشر معاك ولا لا، وده شرحناه بالتفصيل في المحاضرة اللي فاتت. طب ايه اللي احنا مركزين عليه النهاردة؟ هو معامل اسمه سي اس. معامل سي اس ده هو ده الفاكتور اللي احنا محتاجين نحسبه النهارده. طبعا محتاجين نركز شويه اكتر في المحاضره دي، لان هو حساب السي اس ده مش سهل، بس ان شاء الله هنحاول نبسطه على قد ما نقدر ونفهم هو ايه، وان احنا نحسب وامتى نحسبه، وقيمته مثلا ممكن تبقى في حدود قد ايه، وهل انا مطالب ان انا احسبه في كل مره، ولا في كونديشنز معينه لو انا حققتها او هي متحققه ومتوفره عندي في المنشأ والمبنى بتاعي، خلاص انا مش محتاج ساعتها ان انا احسب السي اس. طب هو السي اس عباره عن ايه؟ هو بيسموه حاجه اسمها ستراكشر فاكتور. طبعا قال لك ان هو بياخد في اعتباره ايه؟ تاثير احمال الرياح عند البيك بتاعه البيك ويند بريشر والتربلنس ساعه ما بيحصل له فايبريشن. طبعا هو تحس ان الكلام كبير شويه، بس احنا هنبتدي لما نبتدي نخش في تعريفه تاني ونبتدي نفهم المعادلات بتاعته، هيبتدي الدنيا توضح اكتر واكتر. طيب تعالى كده نتعرف على بعض مع بعض على ايه هو الاستراكشر فاكتور. قال لك الاستراكشر فاكتور ده هو معامل المنشأ. القيمة بتاعته بنحسبها طبعا احنا بنقول حسابات الويند ديت طبقا للكود المصري، فهتلاقيها في الابندكس بتاع 7 ألف. طب بياخد في اعتباره ايه؟ قال لك بياخد في اعتباره تأثير أحمال الرياح عند حدوث الغير متوالي لذروة ضغط الرياح على المبنى مع تأثير اهتزاز المبنى أثناء التربلنس. طيب ده عبارة عن إيه؟ محتاجين نفهم أكتر. خلينا نعدي النقطة دي وهبتدي أوضحها أكتر في السلايدز الجاية. بس إحنا في الأول في الأساس إيه الكونديشنز اللي أنا محتاج ساعتها إن أنا أحسب السي إس؟ هل السي إس ده الفاكتور ده محتاج ان انا احسبه كل مرة؟ يعني محتاج ان انا احسبه هل هو حاجة ضرورية ولا مش في كل الاحوال؟ تعال نشوف. طيب امتى ممكن اعتبر السي اس بتاعتي السي اس ده اعتبره بواحد، وامتى اضطر ان احسبه؟ لو اتحققت عندك الكونديشنز دي سي اس، لو انت عندك منشأ او مبنى، يعني انا دلوقتي لو انا عندي مثلا مبنى كده، تمام، المبنى ده الهايت بتاعه الاتش دي اقل من 60 متر، تمام، ده ساعتها بتبتدي تاخد السي اس بتاعك بتاع واحد. طيب وبالتالي انا عندي في اغلبيه الكونديشنز بين اغلبيه المنشآت السكنيه والمنشآت العاديه السي اس يعني خلاص هناخده واحد، لان هو ما بيعديش ال 60 متر. هل ده الكونديشن الوحيد؟ لا، في كونديشنز تانية. ايه الكونديشن؟ لو انا عندي حاجه زي التراس تاورز، يعني انا دلوقتي عندي تاور بتاع برج اتصالات مثلا، تمام، عندي ابراج اتصالات او ابراج مثلا بتاعه الترانسميشن تاورز، الابراج دي تمام جاي عليها ويند، تمام، ساعتها بتاخد السي اس بواحد. طيب ما انا محتاج افهم السي اس ليه بواحد هنا في ده، تمام. طيب هو السي اس ده عباره عن ايه؟ هو بيقول لك ان انت دلوقتي لو انت عندك مبنى او منشأ او حاجه مثلا منشأ معين او مبنى وجه اثر عليه ويند. طيب احنا قلنا ان الويند مثلا خلاص اعتبرنا الويند ده عباره عن بريشر هو يأثر على المنشأ، ولكن اتضح في بعض المنشآت، تمام، ان الويند ده بيعمل فايبريشن للمنشأ، فبالتالي ان قيمه الويند بريشر اللي انت كنت حاسب عليها هتبقى اندر استيميت، يعني بالتالي محتاج ان السي اس ده يكون اكبر من واحد عشان ياخد تاثير الفايبريشن اللي هيحصل نتيجه ان هو ايه ياثر على المنشأ. طب ليه هنا في الترانسميشن تاورز وفي في التراس تاورز او التراس فريمز ما بيحصلش الكلام ده؟ لان هو اوبن، ده اوبن فريم، اوبن ستراكشر، يعني هو بيتصنف ان هو اوبن ستراكشر،
فالاوبن ستراكشرز مش سوليد قوي، تمام. ممكن تبقى بيحصل مثلا خاصه لو انجلز، تمام، لو هو متكون من انجلز، فبيحصل ان هو ممكن يبقى فيه شويه فورتكس وشويه حاجات، فبالتالي ايه، هتاخد بريشر اعلى بس مش هتسبب فايبريشن، لان هي في الاخر عملت فورتكس هنا وتربلنس حوالين كل انجل، تمام، وبالتالي ما كونش فايبريشن للستراكشر. الاستراكشر مش هيحصل له فايبريشن وهو بيأثر عليه الويند. يعني انا دلوقتي لو انا عندي التاور ده مثلا بالشكل مثلا ده، يعني في البلان بالمنظر ده كده، وبالتالي الويند جاي كده، تمام، هي في الاخر هتيجي هنا، تمام، عند الكولومز ده والكولومز الكورنرز دي والكورنرز دي، هتلاقي مثلا الويند بيخش من جوه بيخش من بره، بتشتت الويند، لكن في الاخر مش حاجه سوليد، تمام. ان الويند لما يأثر عليها كده هتبتدي تاخد المبنى كله يمين وشمال، ان هو يحصل له فايبريشن. ده ما بيحصلش مع الجزء بتاع الاوبن ستراكشرز، فبالتالي ساعتها بتاخد السي اس بتاعتك كام؟ بواحد. طيب هل دي الحالة كمان الوحيدة؟ قال لك لا، في كونديشن تالت. ايه هو؟ طب انا عندي دلوقتي ده نفس الكلام برضو، هو منشأ، هو برضو اقل من 60 متر، وفي نفس الوقت يعني هو منشأ اقل من 60 متر، وفي نفس الوقت او ان انت برضو لو عندك منشأ، تمام، انا عندي دلوقتي ده المنشأ ده، ده كده الاتش بتاعه، ده الهايت، تمام، وعندي في البلان بالمنظر ده بي وده ال، وليكن ده بي وال، تمام. فهو قال لك مثلا والله وليكن ده مثلا سواء بي او ال، الاتش بتاعي، تمام، اقل من 4 البي، والاتش اقل من 4 ال، فساعتها باخد السي اس بتاعتي واحد. طيب لو انا الكونديشنز بقى دي عندي مش متحققه، بعمل ايه؟ هروح احسب قيمه السي اس. وبالتالي اللي انا عاوز اقوله الكونكلوجن من الموضوع ده، ان احنا ما نتخضش لما نشوف الفاكتور بتاع السي اس، تمام، ان شاء الله هنفهمه مع بعض. ده عشان لو جات لك سبيشال كيس، لكن في اغلبيه الاحوال ان السي اس ده بنعتبره بواحد. يعني في اغلبيه المسائل والحاجات والمباني اللي احنا بنقابلها والمنشآت، السي اس هيكون بواحد. وبالتالي ساعتها لو انت عندك كونديشنز من الكونديشنز دي، ساعتها هتبتدي تحسب الفاكتور ده. طب نحسبه ازاي؟ تعالى كده ايه مع بعض نفهم اكتر عن الفاكتور ده. طيب هنا هنبتدي نشرح الكونسبت بتاع السي اس. هو بيقول لك ايه؟ wind induce overall responsive structure. طيب انا دلوقتي هو بيقول ايه هنا؟ بيقول لك في فاكتورز بتأثر على الريسبونس بتاع الاستراكشر. طب بنسمع قصة الريسبونس ديت، كنا بنسمعها دايما فين؟ في الزلازل، ما بنسمعهاش في الويند. فايه بقى قصة الريسبونس؟ الريسبونس ده انا دلوقتي لو انا عندي مبنى واثرت عليه بلود فبيديني دلتا، لان المبنى نفسه ليه كي ستيفنس وانا عندي اف، فالمفروض ان هو ايه؟ بيأثر بدلتا. طيب لكن لو انت الاف ديت، تمام، اف اوف تي يعني اف دايناميك، وبالتالي هيأثر دلتا. الدلتا دي ممكن تبقى اكتر او اصغر من الدلتا ستاتيك، تمام. وبالتالي ساعتها بنسميها ايه؟ ريسبونس. بقى هو الريسبونس بتاع المبنى، تمام، يعني في الحالتين هو الريسبونس ده الريسبونس بتاع المبنى، بس الريسبونس هنا دلتا ستاتيك، الريسبونس هنا دلتا دايناميك. والريسبونس بتاعي عامل ازاي؟ فهو بيقول لك هنا، بيقول لك الفاكتورز دي اللي احنا بنتكلم عليها ان احنا كونسيدرت بيها النهارده، هو اللي هو السي اس، تمام. ده احيانا في المباني وخاصه المباني العاليه والفليكسبل، تمام، هيزود الريسبونس بتاعك، ان هو يزود لك الديفليكشن ده او الدريفت ده بتاع المبنى نتيجه ايه؟ الويند. طيب طيب احنا في حاجه بقى مهمه، هو الويند نفسه هل هو ستاتيك فورس ولا دايناميك فورس؟ هو الويند ده هو عباره عن اف اوف تي، يعني هو في الاخر هو اف اوف تي، تمام. ولكن انت عشان تأثيره على المنشأ مش في نفس الفريكوانس رينج بتاع المبنى، فساعتها احنا بنعتبره زي ايه؟ ستاتيك. لكن هو في بقى لو هو الفريكوانس بتاعه قريب من الفريكوانس بتاع المبنى، ساعتها لا، هو انت كده ايه؟
هو يبقى دايناميك فورس عادي هتبتدي تأثر بدلتا أعلى. بمعنى أنا دلوقتي مثلا وليكن عندي اللايف لود مثلا في المنشأ، إيه اللي بيحصل؟ اللايف لود ده تمام هو حمل اف اوف تي، بس هو عشان بيأثر بمدة التايم بيريود بتاعها عالي جدا، فانت بتعتبره ان هو في الاخر ايه؟ ان هو زي اشبه بالديد لود. طب انا لو عندي الحمل سريع جدا تمام اكبر من استجابة المبنى بسرعة، فبرضه بعتبره ان هو حاجة ديد زي اشبه بالديد لود. طب انا لو عندي بقى هو يعتبر ماشي مع التي بتاعته ماشيه مع التي بتاعت المبنى، لا ساعتها بقى بايه؟ بتاثير الديناميك لود بيبان. فبالتالي عندك تو كيسز، والله لو الكيس بتاعتك ان هو الفريكونسي بتاعته او ان انت مثلا البيريود بتاعته بتاعت اللودنج بعيده جدا تمام، فساعتها بتعتبره زي الديد لود. لو هو اسرع بكتير من استجابه المبنى، يعني انت المبنى مثلا بتعمل كده مثلا عشان يتحرك الدلتا دي بياخد وليكن ثانيه، انت دلوقتي اللود بتاعك مثلا وليكن ايه 0.1 ثانيه، فبالتالي انت كانك عابل لسه ما دخلش الريسبونس بتاعه انت بترجعه، فبالتالي مش هيلحق ياخد يعني مثلا ايه وليكن 10% من المسافه دي و10% من المسافه دي. فساعتها ده برضه هتعتبره زي اشبه بالديد لود، لان الديناميك لود بتاعك بيقلل الريسبونس هنا مش بيزوده. لكن لو هو ماشي مع نفس البتاع هتلاقي كل ما شويه مدى بيزيد اكتر مش بيقل. طيب انا دلوقتي لو عندي مبنى بالمنظر اللي احنا شايفينه على الناحيه الشمال ده، وعندي في الاخر فورس ويند مثلا بيتاثر ويند بريشر. طب انا زمان الويند كانت عامله ازاي؟ الويند كانت بالنسبه لي عامله بالمنظر ده تمام. هو الويند عباره عن ازاي؟ هو الويند عباره عن كده صح؟ طيب الويند هو عباره عن كده، بس انا دلوقتي في حساباتي عاملها ازاي؟ عامله كده، وبالتالي ده معناه ان انا الويند نفسه دايناميك لود مش يعني هو فانكشن في التي، وبالتالي هو البريشر نفسه عمال متغير اهوت مع الزمن، بس انا خدت ايه؟ افريج ويند سبيد مثلا، خدت افريج ويند سبيد كده في النص تمام. وبالتالي لما نيجي نشوف هنا ده الشكل، بس بدل ما هو كان شكل الفيرتيكال اللي هو شكل البروفايل بتاع الويند، لا هو انا خدته بالمنظر ده، هو ده كده الايه يعتبر ده سواء بقى اكس اوف تي او اف اوف تي تمام. ده كده ده شكل ايه ده سواء الريسبونس بتاع المبنى كدريفت مثلا نتيجه الويند، او ان انا بتكلم على الويند ايه بريشر او ويند لود. طيب ساعتها ايه اللي بيحصل بقى؟ هو البتاع ده عباره عن ايه؟ انا خلاص مش انا بقول لك انا خدت الافريج ويند زي الافريج زي انا هو نفس الخط ده اللي في النص تمام، هو ده الافريج. طب الشويه دول بقى هناخد اعتبارهم ازاي؟ هو دلوقتي ما انا دلوقتي ده اكتر ده كده اكتر من الافريج، طب هاخده ازاي؟ قال لك بقى يا سيدي هو دلوقتي انا الاوفر اول ريسبونس بتاعي بتاع المبنى نتيجه الويند تمام هيساوي المين ريسبونس. المين ريسبونس ده اللي جاي من الافريج ويند سبيد بتاعتي اللي انا حاسب عليها. هيبقى في اتنين فاكتورز تانيين، دول هيخشوا جوه الفاكتور من ضمن الفاكتورز بتاعت السي اس، حاجه اسمها باك جراوند ريسبونس وحاجه اسمها ريزونان ريسبونس. باك جراوند ريسبونس ده بيسموه بي سكوير والتاني ده الار سكوير. حاجه اشبه بايه؟ بحاجه اسمها دايناميك ستراكشر انتراكشن. هو حاله الاستراكشر كانتراكشن نتيجه الدايناميك لود بتاع الويند عباره عن ايه؟ وبالتالي هو اساسا هو الاثنين دول بيتاخدوا از فاكتورز تمام عشان في الاخر يتضافوا على المين ويند سبيد او المين ريسبونس بتاع المبنى نتيجه الويند تمام، عشان في الاخر يشكل لي الاوفر اول ريسبونس بتاع المبنى او المنشأ. واللي قلنا عليه اللي هو الباك جراوند ريسبونس بي سكوير تمام، ده هنشرحه بعدين برضو، هو والار سكوير. بس يعني ان هو البي سكوير ده عباره عن ايه؟ اشبه بان هو انت الويند بريشر ما بيأثرش بشكل منتظم وشكل يونيفورم على المنشأ، فبياخد تأثير اللاك بتاع ان انت مثلا الويند نفسه مش يونيفورم على المنشأ. الريزونانس بقى بياخد الامبليفيكيشن نتيجه ان انت مثلا دلوقتي ايه الفريكونسي بتاع الويند ده والفريكونسي بتاع المنشأ
تمام، هل هم قريبين من بعض فبيحصل دايناميك امبليفيكيشن ولا لا؟ تمام، ده باختصار ده كده الايه الويند، الجزء بتاع الويند ايه ريسبونس. وده اللي بيهتم بيه فين اللي بيرفلكتوا الفاكتور بتاع السي اس. وبالتالي هنا بنقول ايه؟ هنا بنقول ان الدايناميك افكت بتاع الويند ده significant. بس significant فين؟ significant في تأثيره مؤثر جدا في حاجتين: التول ستراكشرز، المباني والحاجات اللي هي المرتفعة والطويلة، والستراكشرز الفليكسبل، دول اللي بيبان فيهم. وده اللي احنا كنا بنقوله، هو لما قلنا الارتفاع المبنى يزيد عن 60 متر فده بقى معناه بقى حاجة طويلة وأشبه إن هو يكون فليكسبل، لأن الويند الفندمنتال بتاعت البيريود بتاعتها كبيرة، تمام، اللود بتاعها، فخلاص بقى أقرب للود، أقرب للفريكونسي بتاع الاستراكشر، تمام. ودي بنشوفها فين؟ بنشوفها في السكاي سكرابرز، يعني ناطحات السحاب، الأبراج، الشيمني اللي هي مثلا اللي هي المداخن والحاجات ديت، أو ممكن مسلات، تمام. طيب الحاجات التانية بقى الفليكسبل ستراكشرز، ممكن حاجات زي ايه؟ زي اللونج سبان بريدج والماست واللو ناتشرال فريكونسي. ده كل الحاجات ديت ايه برضو في اللونج بريدج ايه بيحصل، حصل قبل كده. فودي يعني هنشوف فيديو دلوقتي، نشوف الفيديو ده عشان نشوف ايه اللي بيحصل ده نتيجة الفاكتورز ده اللي بيحصل وبتأثيره ازاي على المنشأ وال. Vortex shedding can occur in all types of structures, such as this infamous video of the Tacoma Narrows Bridge, which failed only 4 months after opening. Vortex shedding is especially common in cylindrical structures, such as steel stacks. أخيرا هنا قبل ما ننتقل للنقطة التانية، هو دلوقتي هنا بيوضح الكيرف ده. الكيرف ده عبارة عن ايه؟ كيرف الويند وكيرف الارثكويك، وامتى بيأثر تأثير الموضوع ده بيكون أكبر. ده لو احنا شفنا الجراف ده كده الويند وده كده الارثكويك. طيب ده ايه؟ ده الفريكونسي، وبالتالي الفريكونسي ده اللي هو ايه؟ الاف مثلا بيساوي 1/t. وبالتالي لو انت مثلا لو انت ده الكيرف ده للتي هتقلب بقى، يبقى انت ساعتها الارثكويك هيكون على اليمين والويند هيكون على الشمال. طب ده معناه ايه؟ هو بيقول لك هنا ده في التول ستراكشرز المرتفعات، وده اللو رايز بيلدينج ستراكشر، بتلاقي الفريكونسي بتاعك التي بتاعتك بتزيد، فالفريكونسي عندك بيقل وده بيكون مؤثر عليه جدا. طب في اللو رايز بيلدينج تأثير الويند بيبقى بسيط جدا. طب نفس الكلام في الارثكويك برضو، في جزء برضو الارثكويك بيكون مؤثر فيها جدا في ده، لان الفريكونسي بتاع الستراكشرز بتكون قريبه من الفريكونسي بتاع المنشآت، تمام. في طبعا في جزء اوفرلاب هنا، يعني المنطقه اللي في النص دول الويند والارثكويك تاثيرهم برضو ايه عالي، وتاثيرهم شبه ايه زي بعض. اوكي. طيب وبالتالي احنا كده خلاص فهمنا هو السي اس ده عباره عن ايه وهينكلود معاه ايه. وبالتالي هنا بنقول والله السي اس او الستراكشر فاكتور ده، تمام، هي كونسيدر دايناميك امبليفيكيشن اللي هيحصل نتيجه احمال الويند، هياخد حاجه اسمها افكتيف جاست. الافكتيف جاست ده هنشرحه برضو يعني ايه هو الجاست، لان الجاست ده احنا بيعتبر بنسمعه كتير. محتاجين نفهم الكونسيبت بتاع الجاست ده. الجاست ده عبارة عن ان انت دلوقتي زي ما قلنا، احنا دلوقتي مثلا خدنا الافريج ويند سبيد، يعني انا دلوقتي خدت دلوقتي مثلا كده، تمام، خدت الافريج ويند سبيد اللي هي كده. طب انت ديت بيمثلها ايه؟ انت مثلا زيادة في ريح، صح كده؟ في حاجة اسمها sustained wind وفي gusset wind. الجاست ويند ده ممكن يبقى ازيد 30% من السستين. انت بتيجي لما تيجي تحسب مثلا، يقول لك انت حسبت مثلا على ارتفاع 10 متر مثلا، مده سرعه ويند مثلا لمدتها وليكن دقيقه 3 ثواني ايا كان،
تمام ايه المده دي، حسبت افريج لقيم الويند اللي كانت موجوده دي. طيب بتيجي بقى هل قيم الويند دي في حاجات اقل وفي حاجات اكبر؟ القيمه الاكبر دي بقى هي الجسد. فانت الجسد ده برضو بتاخده، دي عامله زي هبه رياح واديتها مده صغيره. خلينا نشوف الفيديو ده عشان نفهم الجسد اكتر هو عباره عن ايه. Maximum sustained winds and wind gusts. These words are often used interchangeably, but what is the difference between them? Maximum sustained winds are the steady or average wind speeds over a period of time. In the US, it's usually over a minute period, and elsewhere around the world, it's usually over a 10-minute period. Wind gusts, on the other hand, are sudden, big wind speeds that last for about 5 seconds. Wind gusts are usually about 30% stronger than the sustained wind speeds. For example, if the sustained wind speeds are 120 miles per hour, then the wind gust will likely be around 156 miles per hour. Alright, to have a clear idea of how all of this works, let us imagine that we are in Hurricane Patricia, which had maximum sustained wind speeds of 215 miles per hour. And now let us pretend we equated these wind speed over a minute in the eye wall. Well, if we average all of these together, we are going to get the sustained wind speed, which is 215 miles per hour. Spotting the wind gust is quite easy, just look at the highest value. So clearly, from this result, it's 279 miles per hour. طيب خلينا بقى بعد كده نخش على الجزء الثاني. تمام، والجزء هو بتاع طبعا احنا كده السي اس ده هو يعتبر كأنه بيمثل لي هو الانتراكشن اللي هيحصل نتيجة الويند مع الاستراكشر. ان انت كان الويند عادي لما احنا كنا بنمثله از بريشر بس كان بيأثر بلود معين ويدي ريسبونس معين، لكن نتيجة ان حصل ان الفريكونسي بتاع الويند قريب من الفريكونسي بتاع الاستراكشر، اللي حصل ان حصل فايبريشن. فايبريشن ده معناه ان الريسبونس هيكون اعلى، وتأثير الويند نفس الويند بريشر ده هيدي ريسبونس اعلى وفورسز اعلى. فبالتالي السي اس ده هو الفاكتور اللي في الاخر بعمل له كونسيدريشن عندي في المعادله، بدل ما انا اخش احسبه از دايناميك لود، لا انا والله هاخد الانكريز ده عندي في المعادله از ويند ستاتيك. انا حولت الجزء الدايناميك ده، الدايناميك افكت ده، لجزء ستاتيك. طيب خلاص احنا كده فهمنا الكونسبت بتاع السي اس. تمام، طب السي اس بقى معادلته بقى اللي احنا عمال من اول المحاضره عمالين بنتكلم عليه ده عباره عن ايه؟ هي المعادله الظريفه دي. المعادله دي طبعا انت بتشوفها تحس ان انت ايه ده، يعني هتحس ان هي معادله كبيره. طب ايه كل الحاجات دي؟ طيب اللي احنا هنقوله هي البتاعه دي ببساطه هي معتمده على 4 فاكتورز. ال4 فاكتورز دول انت لو حسبتهم خلاص انت كده حسبت السي اس. وزي ما قلنا ان السي اس ده هو بواحد ده في اغلبيه الاستراكشرز. يعني احنا قلنا اغلبيه الاستراكشرز لو كونديشن اتحققت عليها بواحد، يبقى اقل قيمه ليه كام؟ 1. لو انا حسبته المفروض ما يطلع، لازم يطلع اكبر من ايه؟ 1. يعني لو طلع معاك في المعادله اصغر من 1 لا يبقى في عندك حاجه غلط. طيب ايه بقى شويه الحاجات اللي احنا السي اس الكومبوننتس بتاع السي اس معتمدين عليهم؟ قلنا 4 فاكتور. حاجه اسمها جي، ده الجاست فاكتور اللي احنا لسه ايه متكلمين عليه، او البيك فاكتور، تمام، بيسموه كده او كده. تمام، الاي زد ار ده الانتنسيتي بتاعت الويند، تمام، عند ارتفاع زد معين، تمام، تقريبا 0.6 الاتش. طيب وفاكتور تاني بي سكوير وار سكوير. البي سكوير والار سكوير احنا اتكلمنا برضو عليهم، ده الباك جراوند فاكتور، وده الار سكوير ده ريزونانس فاكتور. طيب وبالتالي ده المين ويند، يبقى احنا دول ال4 فاكتورز لو انت حسبتهم، وده اللي احنا هنتكلم عليهم، يعني دول اللي هنتكلم عليهم، تمام، عشان نحسب السي اس. يبقى انا دلوقتي محتاج ان انا احسب 4 فاكتورز اعوض بيهم في المعادله دي، يبقى كده خلاص حسبت السي اس. طب السي اس قيمته كام؟ لازم تكون اكبر من 1. وبالتالي انت دلوقتي خلاص يبقى انت عرفت السي اس ده اقل قيمه ليه لازم تكون 1. طب تعالى نشوف هو هنا كاتب ايه. الجي ده هو البيك فاكتور،
ممكن يكون يسموه حاجات تانية اسمها الجاست فاكتور. ده قال لك اقصى قيمة للجزء المتغير من سجل الزمني مقياسا للحروف. يعني احنا زي ما قلنا كده في الاخر هو الويند مثلا كده، وبالتالي مثلا ايه ده الويند. فلما يجي يسجل مثلا خلاص انا سرعة الرياح عندي كام، هتلاقي فيه نقط كده نقط كده نقط كده. تمام. ده اقصى قيمة بقى للنقطة دي مثلا. يعني انت بتاخد النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، اقصى واحدة لها انحراف هي ده كده الايه بيسميها البيك فاكتور. طب الزد ار طبعا احنا الحاجات دي هنخش بقى بالتفصيل، بس انا يعني ايه بنشرح بس الايه العناوين الاساسيه. الاي زد ار ده هو التربلنس انتنستي اللي هي الويند انتنستي يعني، بس هنا بيسميها ايه التربلنس انتنستي عشان هو بيحصل تربلنس عند الارتفاع ده. عند كام تقريبا بيتكلم بوينت 6 الاتش مثلا. طب الباك جراوند فاكتور والريزونانس فاكتور. باك جراوند فاكتور بيقول لك ياخد في الاعتبار نقص الارتباط التام للضغط ايه على سطح المبنى. زي ما قلنا ان هو دلوقتي ان الفاكتور ده تمام الويند نفسه ما بيأثرش على المبنى بشكل متكامل منتظم، فبيحصل ان لا في مناطق اعلى في مناطق اقل الكلام ده كله. فبدا ايه الفاكتور ده بياخده معاه في الاعتبار. طيب والفاكتور التاني هياخد الامبليفيكيشن اللي هيحصل نتيجة ايه الفايبريشن بتاع الويند نتيجة الريزونانس. خلي بالك الريزونانس ده مهم جدا، وبيبان بقى فين اكتر في الزلازل، وبيبان في الحاجات اللي بتبقى عليها ماشين فاونديشن او الحاجات اللي بتسبب فايبريشن. اوكي. دي التعريفات اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها في السلايدز اللي فاتت، هي هتلاقيها هنا مشروحة بالعربي وبالانجليش. يعني ده هتلاقي هنا نفس الشرح بتاعت المعادلات ديت اللي احنا قلنا عليها الفاكتورز. عندنا قلنا زد ار. زد ار ده هو ده الارتفاع اللي احنا نحسب عليه الانتنستي. الجي قلنا اللي هو البيك فاكتور. تمام. الاي زد ار ده التربلنس انتنستي. البي سكوير ده اسمه باك جراوند فاكتور. ده بيحسب lack of full correlation of pressure on the structure. يعني بيحسب لك بقى في الاخر كانه بيعمل correlation يعني تصحيح الويند بريشر على السطح. يعني كانه خلاص انت هنا حته اعلى هنا حته اقل، بيعمل correlation كانه حاجه واحده. تمام. الريزونانس ريسبونس فاكتور ده بيسمح بالتربلنس نتيجه ان الفايبريشن موديل اللي هيحصل نتيجه ايه الويند. اوكي. طيب تعالى بقى ايه ده كده المعادلة اللي احنا ده كده الصفحة دي في الكود. تمام. ديت كده دي أول معادلة. دي معادلة الجزء اللي احنا بنتكلم عليه معامل structure factor واللي هو CS factor. هنبتدي بقى واحدة واحدة، نبتدي ناخد فاكتور نشوف بتحسب ازاي، وبعد كده نعمل سمري للموضوع ده ازاي نحسبه. طيب اول حاجه دلوقتي احنا قلنا اول فاكتور هيقابلنا هو الجي. طب الجي ده عباره عن ايه؟ اللي احنا قلنا ده البيك فاكتور اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب المعادله بتاعته هي المعادله طبعا انت هتلاقي في الموضوع ده السي اس هو فاكتور مش سهل في حساباته بس ومعادلاته كتير، ومش ده اللي احنا بنحسبه كتير، لان زي ما قلت لك اغلبيه الكونديشنز ما بتبقاش متحققه، فبالتالي بناخد السي اس بتاعنا بايه المينيمم فاليو اللي هي بواحد. هتلاقي هنا الجي جذر 2 لن تي في نيو بلس 0.6 على جذر 2 لن تي في نيو. طب التي دي عباره عن ايه؟ قال لك هنا التي بتاعتك دي ب 3600، يعني التي ب 3600 سكند. تمام. النيو ده ده اللي هو الاب كروسنج فريكوانسي، ده الفريكوانسي ليه حسبه معينه هنشوفها. وده ان 1 ده الناتشرال فريكوانسي بتاع المبنى. طب الناتشرال فريكوانسي هحسبه ازاي؟ قال لك هتحسبه المعادله دي. المعادله ديت هي معادله سهله وبسيطه. قال لك هي 46 على اتش. شوف الاتش بتاع المبنى اقسم 46 على ارتفاع المبنى هيطلع لك ايه الفريكوانسي بتاع المبنى. خلاص. طب انا النيو دي هحسبها ازاي؟ يبقى احنا قلنا خلاص التي دي ب 3600. تمام. فاضل الجزء بتاع النيو ده. النيو ده هحسبه ازاي؟
قال لك النيو ده فاكتور في ايه بقى؟ طبعا انا دلوقتي خلاص الفاكتور بتاع النيو ده فانكشن في الجزء بتاع التردد في الناتشرال فريكوانسي في شويه كورليشنز او شويه صحات اللي هو الايه الريزونانس على ريزونانس بلس باك جراوند ايه فاكتور. طب يبقى احنا كده محتاجين برضو ان احنا نحسب خلاص دخل معايا الار سكوير والبي سكوير هنا، فمحتاج ان انا احسبهم، ما هم اوريدي كمان كانوا داخلين معايا في المعادله الاساسيه بتاعه السي اس. يبقى احنا هنا في المعادله اول فاكتور قابلنا كان الجي ده اللي هو البيك ايه فاكتور او جاست فاكتور فانكشن في ايه في تو فاكتورز. التو فاكتورز دول ليهم علاقه بالتردد بتاع التردد بتاع المبنى وبتاع الويند. طيب ده التردد. طب انا في الاخر دلوقتي طيب التي قلنا هو كونستانت قال لك 3600. طيب النيو قال لك خلاص هو فاكتور ده التردد الطبيعي بتاع المنشأ او المبنى اللي هو 46 على اتش اللي هو ارتفاع المبنى، يبقى ده كده حسبت ان 1. وفاكتور في جذر الريزونانس فاكتور على سمشن الباك جراوند فاكتور سكوير بلس الار سكوير. طيب يبقى احنا محتاجين نحسب دول. لو حسبنا دول تمام يبقى كده خلاص هنقدر نحسب منها الايه، نرجع تاني نعوض في المعادله يبقى حسبنا الجي. طبعا انت هتلاقي هنا المعادلات مش مرتبه بترتيب ان انت كسيكونس، بس هو واخدها بترتيب الفاكتورز اللي كانت موجوده في المعادله بتاعت السي اس. تمام خلاص. خلينا دلوقتي تاني الفاكتور التاني اللي احنا كنا قابلناه ان احنا قلنا الاي زد ار. الاي زد ار ده اللي هو التربلنس انتنسيتي. قال لك طب احنا بنحسبه ازاي؟ قال لك الموضوع سهل وبسيط. قال لك هو 1 على لن زد ار على زد نوت. الزد نوت ده هو فاكتور هنجيبه من الجدول ده، جدول 7-3. طب جدول 7-3 ده هو فيه 3 قيم لزد نوت. طيب هو بيقول لك الاكسبوجر بتاعتك يا اما الف او ب او ج او اي بي سي تمام والزد نوت. طب ايه بقى الفاكتور ده؟ ده بالنسبه لايه؟ لطبيعه الارض. وهل هي التضاريس بتاعه الارض ديت تضاريس سهله ولا تضاريس ايه صعبه؟ هو دلوقتي ايه ده يعني منطقه سهله جدا، يعني معناه ان الارض كده شبه مسطحه. طب بي ده الف او ايه يعني اوكي. طيب انا لو عندي البتاع فيها شويه مثلا ايه كده تمام، ديت معناها زي حاجات بيوت صغيره مثلا دور دورين الكلام ده كله، دي هتكون ايه منطقه ب او منطقه بي. طب انت لو عندك بقى منشآت كبيره وحاجات بتعارض اتجاه الويند وبتقلله على المنشأ اللي انت محتاج تدرسه، يعني انت في الاخر في حاجات بتعوق حركه الويند المبنى اللي انت هتدرسه، ده منطقه اسمها ايه سي او منطقه بي. وبالتالي ساعتها ايه هتختار بقى انت في انهي منطقه من دول. يبقى انت كده خلاص جبت مين الزد نوت اللي هو الفاكتور ايه ده. فاضل لك ايه؟ فاضل لك الزد ار. طب تعالى نشوف بقى الزد ار ده هو عباره عن ايه او ارتفاعه من سطح الايه الارض. طيب طيب احنا كده محتاجين ايه؟ محتاجين نحسب قلنا الزد ار ده هتلاقيه موجود في السلايد انهي اللي هو الشكل ده. الشكل ده هتلاقي الشكل اللي هو بتاع 7 ألف ده هتلاقي ده كده ايه زد ار. الزد ار ده هتلاقي في الكومن بتاعنا اللي هو زد ار بوينت 6 ايه الاتش. في عندك حاجات تانية لو انت مثلا عندك حاجة بالمنظر ده هي موجودة على ارتفاع زي لوحة اعلانات. لوحة اعلانات ديت مثلا بالمنظر ده او لوحة بالمنظر ده هتبقى انت عندك ايه ليه علاقة هنا مثلا بالاتش والبي والدي، لا ابعاد اللوحة تمام. ده الاتش اللي هو الارتفاع بتاع اللوحة تمام، والبي العرض والدبس في الاتجاه ده هل هي قيمتها قد ايه، وهنا نفس الكلام تمام. وبالتالي ساعتها بتقدر تحسب قيمه ايه الزد ار. طبعا الزد ار هنا ايه هو الاتش 1 ده ثابت، هو ارتفاع اللوحه من الارض قد ايه في الحالتين ده ثابت. طيب اللي بيفرق ايه بقى الزد ار الاتش ايه قصدي الاتش 1 ده ثابت
ماشي، ثابت في المعادلة خلاص، هو ده معروف. طب بيفرق ايه بقى؟ هو انا هاخد قد ايه بقى الارتفاع من اللوحة دي، نصها ولا ربعها ولا التلت ولا ايه؟ هو ده هتلاقيه هنا في ايه، اتش على 2 اتش ايه على 2. اوكي، طيب خلينا نرجع تاني. يبقى انا دلوقتي لما جيت حسبت في الاخر زد ار، يبقى انا الزد ار حسبتها وليكن هي قلنا اللي هي 0.6 الاتش مثلا، تمام. وعند الزد نوت وليكن لو هي منطقه مثلا ايه 0.05 او منطقه بي 0.3 او 1، ماشي. يبقى انا كده حسبت الايه الاي زد ار، وبالتالي الاي زد ار ده معادلته سهله وبسيطه خلاص، حسبتها ايه على طول، تمام. يبقى لنا الايه نحسب قيمه البي سكوير والار سكوير، يبقى هنحل بقى حاجتين. يبقى احنا جبنا قيمهم، يبقى احنا كده خلاص حسبنا 2 فاكتورز، في نفس الوقت هنعوض بيهم في معادله الجي، يبقى احنا جبنا الجاست فاكتور، تمام، او البيك فاكتور، وساعتها نقدر نحسب دايركت على طول ايه السي اس. طيب البي سكوير ده هو زي ما قلنا هو في الاخر احنا قلنا ان هو الويند نفسه مش بيأثر بشكل ايه منتظم، وشكل مثلا تلاقي حتى هنا ازيد اقل، مش منتظم على المنشأ. طيب وبالتالي يبقى احنا متوقعين البي سكوير ده فانكشن في ايه؟ هيكون فانكشن في الشكل الهندسي وابعاد المنشأ او ابعاد المبنى. يعني بمعنى المبنى ده كل ما يكون ابعاده كبيره، ده معناه ان عدم الانتظام فيه هيكون اكتر. لكن لو هو منشأ او مبنى ابعاده صغيره جدا، ده معناه ان هيكون خلاص هو اقرب، هو كل الحته هيبقى اكسبوجر للويند ديت، فهتلاقي يعني تغيرات بسيطه جدا، تمام. وبالتالي هنا انا لو عندي منشأ مثلا كده وهو البي بتاعته كبيره وهو طويل، غير لما يكون عندي منشأ صغير، ده كده الويند بريشر هيبقى شبه منتظم هنا، لكن هنا مش هيبقى ايه الانتظام بتاعه ايه اقل سنه. طيب وبالتالي هتلاقيه هو فانكشن في ايه، فانكشن في البي والاتش والال ال زد ار، تمام. طيب وبالتالي هنا البي والاتش خلاص قلنا دي الاتش ارتفاع المبنى، البي اللي هو الايه عرض المبنى. اتبقى لنا ايه؟ اتبقى لنا فاكتور حاجه اسمها ال زد ار. طب ال زد ار ده احسبه ازاي؟ احسبه بالمعادله دي. طب المعادله دي عباره عن ايه؟ ال تي ده ريفرنس لينس طوله 300 متر، ده كونستانت، اوكي، ده 300. طيب بقى لنا ايه؟ زد ار على زد تي. زد ار ده خلاص احنا حسبناه قبل كده، اللي هو قلنا البوينت 6 اتش، تمام. فاضل ايه؟ الزد تي. الزد تي قال لك برضه يا عم ده كونستانت 200. طب ما الكلام حلو وجميل، اتبقى لنا ايه بقى؟ قال لك الاكسبوننشال ده اللي هو ايه؟ الفا. طب الفا ده عباره عن ايه؟ قال لك 0.67 بلس 0.05 ال ان ايه؟ زد ايه؟ طيب خلينا بقى ايه نحسب بقى ايه بعد كده. ده كده ايه لو حسبنا القيم دي كلها، تمام. وبالتالي ساعتها ايه هنعرف نحسب قيمة البي سكوير، ماشي. يبقى احنا بالمعادلة دي خلاص هنقدر نحسب ايه قيمة البي سكوير بيج جراوند ايه فاكتور، او معامل ايه خلفية بتاعت ايه المبنى. هيتبقى لنا ايه بقى؟ هيتبقى لنا ازاي نحسب الار سكوير. الار سكوير في كام معادله كده للار سكوير، خلينا نبص عليهم كده بالمره، تمام. الار سكوير قال لك هي باي على 4 بيتا. طيب ايه باي على 4 بيتا؟ بيتا ديت، تمام، قال لك هي دي الدامبنج فاكتور 0.01 لو هو ستيل ستراكشر، 0.02 لو هو رينفورسد ستراكشر، لو هو كومبوزيت بقى من الاثنين يبقى 0.015. تمام، موضوع سهل وبسيط. قال لك في فانكشن كده في اس ال زد ار في ان 1، تمام، ار اتش وار بي. ايه يا عم الكلام ده؟ الكلام ده هو عباره عن ايه؟ هو في الاخر دلوقتي عايز يجيب التردد. يعني هو فانكشن دلوقتي ده كده ايه بيجيب السبيكترال بتاع الايه الويند، تمام. هو دلوقتي هتلاقي الموضوع ده كله عشان ياخد فيه ايه
هياخد في اعتبار الويند، تمام، الويند بريشر والفريكونسي بتاعها والفريكونسي بتاع المبنى والدم. شويه المعادلات دي هي في الاخر جوه الار سكوير عشان يطلع لك قيمه ان انت في الاخر ده هو لما يحصل شويه رنين من الويند تاثيره هيكون عامل ازاي. هو ده الار سكوير. كويس. فانت هتلاقي شويه حاجات ليها علاقه بالتردد. طيب هو هنا مثلا طب قال لك سيبك من المعادله دي، خش في المعادله مثلا اللي هي الفي ام ديت الويند ايه، دي سرعه الويند المتوسطه. طيب 0.67 في الفي اللي احنا قلنا عليها الجدول بتاع السرعه بتاعت اللي احنا لما قلنا مثلا اسكندريه سرعتها وليكن كذا، مطروح وليكن 42 متر بير سكند، ممكن لو محافظه ثانيه 36 32 متر بير سكند. طيب جذر الكي ده احنا قلنا كل ما انت بتطلع لفوق كل ما تلاقي الويند بيزيد، فانت هتلاقي مثلا الشويه الاولانيين كذا، الشويه ده مثلا 10%، ده 20%، ده 30% كده. تمام. طيب فانت تقدر تحسب ده على حسب الارتفاع بتاعك. طيب هيبقى احنا خلاص حسبنا الفي ام، يبقى الفي ام دي هيبقى حسبنا بيها القيمه دي. الان 1 دي اللي احنا قلنا عليها 46 على الاتش ارتفاع المبنى. خلاص ال زد ار احنا قلنا لسه حاسبينها هنا في التربلنت لينس اللي هو ده المعادله دي هنعوض بيها هنا. يبقى احنا جبنا ايه الاف ال، خلاص جبنا دي وجبنا ده. تمام. طيب خلاص الاف ال هنعوض بيها هنا وهنعوض بيها هنا. خلاص فاضل لنا حاجه هنا؟ لا ما فضلناش حاجه. يبقى احنا جبنا قيمه الايه الاس ال. بقى لنا ايه في المعادله دي؟ خلاص يبقى بقى لنا الار اتش والار بي. طيب خلينا نشوف ايه الار اتش والار بي. طيب هنا نيجي نشوف الار اتش، تمام، والار بي. هو في الاخر ده بيقول لك هياخد الايه الايرودايناميك ادمنستريشن فانكشن. تمام. دي داله عشان ياخد الايه الجزء بتاع الايه الايرودايناميك. دي نفس الكلام كانك انت بالظبط، يعني انت في الاخر الار ال بتاعتك دي، تمام، هتحسب الار ال، تمام، والار ال ده يعني ايه، مره يكون حاجه اسمها ار اتش وار بي، كانك انت في الاتجاه الراسي وفي الاتجاه الافقي. بمعنى ان انت وليكن كانك انت في الاخر في الاتجاه الراسي هي الريزونانس عامل ازاي، واتجاه الايه الافقي. تمام. طيب انت عندك دلوقتي فالار ال دي مره بحسبها للاتجاه الراسي والاتجاه الايه الافقي. يعني انت عندك الويند جاي مقصر كده، فيبقى انت في الاتجاه بتاع الاتش ده عامل ايه، وفي الاتجاه البي دهوت عامل ايه. يعني هو الاكسبوجر ده بي في اتش، فبالتالي بتحسبه مره للبي ومره للاتش. طيب هو عباره عن ايه؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. ده زد ار 300، وقلنا ده الاف ال اللي احنا حاسبينه من هناك من المعادله اللي هناك، وقلنا ديت كام 4.6 في الاتش. تمام. هتلاقي هي نفس المعادله دي بس بدل الاتش يبقى بقت ايه بي. يبقى احنا حسبنا دي ودي. تمام. يبقى احنا ساعتها ده ايه ده الايتا، وبالتالي هتيجي تلاقي المعادله دي كلها ايه فانكشن في الايتا. فلو انت بتحسب مره الار ال يبقى انت تحسب بايتا بتاعت الار ال، مره تحسب الار بي هتحسب مره الار بي بالمعادله بتاعت الار بي. خلاص تعالوا نرجع بقى. يبقى احنا حسبنا تاني الار اتش والار بي، وحسبنا الاس ال من المعادله دي، وحسبنا باي على 4 ايه بيتا بيتا اللي هو ايه دمج فاكتور. لو انت اخدت المعادله دي من تحت لفوق يبقى انت هتوصل ان انت تحسب ايه الار سكوير. نفس الكلام لو انت اخدت المعادله من تحت لفوق هنا هتحسب بيها ايه بيتا سكوير. حسبنا الار سكوير بيتا سكوير، نرجع للمعادله بتاعه الجي اللي هي بتاعه النيو الاول. تمام. نعوض بيها في الار سكوير والبي سكوير، والان 1 ده احنا حاسبينه من هنا اللي هو 46 على الاتش. يبقى احنا هنيجي نحسب بيها قيمه الجي. يبقى انا حسبت قيمه ايه بقى قيمه البي سكوير والار سكوير. تمام. ورحت حسبتهم بيهم النيو، تمام، التردد، وبعد كده رحنا حسبنا منهم ايه البيك البيك فاكتور. وبالتالي بعد كده واحنا حسبنا اوريدي من هنا الاي زد ار، يبقى انا خلاص ما فاضلش عندي حاجه تانية غير ان انا ايه احسب فاكتور السي اس. تعالى ارجع تاني برجع. يبقى انا هنا بقى في المعادله دي خلاص انا حسبت البي سكوير
والار سكوير، وهو اوريدي كانوا فانكشن في الجي، يعني هما اوريدي دول كده كانوا فانكشن في حسبة الجي، وحسبت الاي زد ار ده وده، خلاص نقدر نحسب بقى بسهولة قيمة السي اس. طيب تعالى كده نلخص اللي احنا قلناه كله، بحيث ان احنا ايه ده شكل تاني اوضح شوية لحساب الزد ار. هنا متسميها بس الزد اي لان الصور دي متاخدة من اليوروبيان كود، تمام، هم مسمينها في اليوروبيان كود زد اي، لكن في كود مصر مسمينها زد ار، يعني هي نفس الفكرة يعني مش متغيرة. طيب هنا ده كده بالتفصيل، تمام، ملخص اللي احنا قلناه كله، تمام. اول حاجة ده بقى رتبت لك الخطوات، بمعنى هي في الكود هو جايبهم لك من الاول للاخر، لا انا جبته لك بطريقة حساب السي اس، ان انت توصل للسي اس ده هتحسبه ازاي. زي ما قلت لك احنا عندنا 4 فاكتورز مهمين. اول فاكتور معانا اللي هو الاي زد ار، تمام، والبي بعد كده البي سكوير، وبعد كده الار سكوير، وبعد كده البيك فاكتور اللي هو الجي. ساعتها تقدر تحسب منهم ايه السي اس اللي هو اخر خطوه. فانا ابتديتهم لك ازاي نحسب لغايه ما نوصل للسي اس. كل الملخص بتاع السي اس ده هتلاقيه المفروض ايه في الصفحه دي. لو انت عرفت الصفحه دي فانت كده خلاص، انت كده بالنسبه لك هيبقى سهل جدا ان انت تحسب الفاكتور بتاع السي اس. طيب تعالى كده نسترجع كل اللي احنا قلناه. انت دلوقتي عندك التربلنس انتنستي الاي زد ار، قلنا 1 على لين زد ار على الزد نوت، تمام. قلنا الزد نوت ده احنا حسبناه، تمام، اللي هو الاكسبوجر بتاع الايه الاكسبوجر بتاع الارض، وبالتالي ده كده خلاص هنجيب من الجدول ده، تمام. يعني كل ما تكون الارض مسطحه هتبقى ايه، لو كل ما تكون الارض فيها تضاريس اكتر وهتعوق سرعه الرياح، هتبتدي ايه تبقى هتختارها ايه جي جيم او اللي هو سي. طيب زد ار اللي هو 0.6 اتش اللي هي الارتفاع ده، تمام. هحسب الانتنسيتي دي على انهي بعد اللي هو الايه زد ار، تمام. طيب وبالتالي هنيجي نخش الفاكتورز بقى اللي بعده اللي احنا قلنا الباك جراوند فاكتور. طيب قلنا ده فانكشن في ايه؟ فانكشن في ابعاد الايه المبنى، اللي هي البي والاتش، تمام، اللي هي ابعاد اللي هو عرض المبنى وارتفاع المبنى. وال زد ار، ال زد ار قلنا ان هو ايه هتلاقيه مثلا هو بريفرنس اللي هو 300، تمام. طيب سوري، ال زد ار ده فانكشن في ايه؟ فانكشن هنا هتلاقيه في زد ار على زد تي. طبعا احنا زد ار قلنا الحسبه اللي فوق كانت 0.6 اتش، والزد تي ده هو ريفرنس 200، والال تي ده 300. خلاص بقى لنا ايه؟ بقى لنا الالفا دي اللي احنا قلنا ايه 0.67 بلس 0.05 ال ان زد نوت. زد نوت ده احنا قلنا هنجيبها منين؟ هي قلنا الترين اكسبوجر بتاعت الارض اللي هي من الجدول ده، تمام. خلاص يبقى ده فاكتور هنجيبه من الجدول ده اللي هي الالفا ديت كده، يبقى حسبنا الالفا. الزد ار قلنا خلاص احنا هنجيبه من هنا ده، تمام. الزد تي هتلاقيه اللي هي ال 200 ديت، تمام. والال تي هنجيبها من هنا. يبقى احنا خلاص حسبنا ده. بعد ما نحسب في الاخر اللي هو نحسب ال زد ار نعوض بيها في المعادله دي، يبقى احنا جبنا ايه البي سكوير. خلاص يبقى احنا كده جبنا البي سكوير. طيب نخش على الفاكتور اللي بعده الريزونانس ريسبونس فاكتور اللي هو الار سكوير. هي دي المعادله بتاعته. طيب المعادله بتاعته دي هنحسبها ازاي؟ خلينا بالخطوات كده. اول حاجه نحسب الفي ام اللي هي السرعه عند الزد ار. خلاص يبقى احنا هنجيب دلوقتي اللي هي 0.67 الفي اللي احنا قلنا عليها اللي هي الجدول ده. يعني لو مرسى مطروح تبقى 42 متر بير سكند، لو السلوم 39، اسكندريه 36 او 33، والمدن الثانيه 33 و30. ماشي اوكي. طيب يبقى احنا جبنا الكي بقى. قال لك الكي ده زي ما قلنا هي بتختلف على الارتفاع، كل ما الارتفاع بيزيد كل ما انت ايه هتلاقي الكي دي بتاعتك بتزيد. طبعا ده اول منطقه ديت منطقه الف، وده منطقه ب، وده منطقه ج. اوكي. طيب وبالتالي احنا مثلا وليكن في الف، تمام، وزد هنجيبها عند انهي ارتفاع؟ عند ارتفاع مقابل الزد ار. بمعنى انا لو عندي المبنى 100 متر،
الزد ار بتاعتي 0.6 الاتش يعني عند 60. يبقى نيجي هنا عند 60 ما بين 50 و 80، يبقى انا لو انا منطقة الف يبقى ايه 1.85. هنلاحظ هنا حاجة، احنا زي ما قلنا احنا كل ما احنا ده كده الارتفاع بيكبر كل ما الكي بتزيد. طب انت بقى علاقة ايه ببي بي سي هتقل ولا تزيد؟ لا، كل ما انت تروح ناحية سي هتلاقي بتقل. ليه بتقل؟ يعني انت لو جيت هنا بتبص تلاقي بواحد. طب ليه بتقل؟ لان انت هنا الارض مسطحة يعني شبه ساحلية، تمام؟ فانت مفيش حاجة، فانت عندك مبنى مثلا وليكن ارتفاعه 100 متر ناحية البحر، فهتلاقي الويند عليه كبير. غير لما انت مثلا عندك نفس ال 100 متر بس جوه مثلا القاهرة والدنيا زحمة وحواليك ابراج كتير، ده الفرق. ماشي؟ طيب يبقى احنا حسبنا ايه؟ حسبنا ال VM ده. تمام، بعد كده هنيجي نحسب ايه؟ N1. خلاص ده نحسبه تمام على LZR وال VM، طبعا دول حسبناهم قبل كده الفاكتورز دي كلهم، فاحنا خلاص جبنا الايه؟ ال FL. هنيجي بعد كده خلاص لما نحسب ال FL هنيجي نعوض بيه هنا، عندي هي فانكشن في ال FL كلها. تمام، يبقى احنا جبنا الايه؟ ال SL. يبقى كده خلاص احنا الترم ده كده خلاص احنا خلصناه. البيتا ده عبارة عن ايه؟ قلنا اللي هو الدامبنج فاكتور، ولكن 0.01 و 0.02. 0.01 الستراكشر ستيل و 0.02 للكونكريت ستراكشر و 0.15 ده للكومبوزيت سيكشنز. طيب هنيجي هنا يبقى لنا ايه؟ التو فاكتورز بقى بتاعت الايه؟ الار اتش والار بي. هنعوض هنا ار بي اتش وار بي اللي هي هتلاقي كل الفانكشن ان هي نفس المعادله، بس كل الفرق ان هي كلها فانكشن في الايتا. الايتا دي مره ايتا بي وايتا اتش. ايتا بي دي هتلاقي 4.6 في البي الاف ال اللي حسبناها قبل كده والال زد ار. طيب هنا هتلاقي كل الفرق ان دي بدل ما كانت البي بقت الاتش. تحسب التو فاكتورز دول الار بي والار اتش تعوض بيهم في المعادله دي، يبقى انت جبت ايه؟ الريزونان ايه؟ فاكتور. هتلاقي هو اكبر حسبه هتلاقي بتاعت الريزونان ايه؟ فاكتور. بس انت لو مشيت بنفس الخطوات دي خلاص انت هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل. بعد كده خلاص انت حسبنا الحسبه دي، هنروح نحسب النيو ده هتلاقي ان 1 ده اوريدي حسبناه اللي هو 46 على الاتش. الار سكوير ده حسبناه، البي سكوير حسبناه، الار سكوير حسبناه. تمام، خلاص يبقى هتيجي تعوض فيهم، تعوض بقى في المعادله دي، يبقى انت جبت الايه؟ البيك فاكتور. خلاص بعد ما نجيب البيك فاكتور يبقى انا كل كده الاربع فاكتور اللي انا كنت مهتم بيهم حسبتهم. احسب منهم السي اس وساعتها اشوف هو الفرق قد ايه، هل هو اكبر من واحد برقم كبير ولا قريب من واحد. اغلبيه الاستراكشر والحاجات دي اغلبيتها بتبقى ايه؟ بقى قريبه من واحد، يعني مش بيبقاش فرق كبير. هتلاقي الواحد ده كومن وهتلاقي الواحد ده اصلا ايه؟ بيكفر اغلبيه المباني والمنشات، عشان كده احنا ما بنقدرش نحسبه ايه كتير، لان في اغلبيه المنشات بايه؟ بنعتبره ايه؟ واحد. ده كده لو انت مشيت على البيج دي والصفحه دي ده ملخص للجزء بتاع السي اس. انا عارف ان هو فيه معادلات كتيره وفي حسابات كتيره، بس هو الكونسبت سهل وبسيط. انت دلوقتي لما بيأثر عندك الويند احنا كنا معتبرينه ايه؟ ان هو ستاتيك، عشان هو الويند الفاندامنتال بيريود او الفريكونسي بتاعته قليله لكن الفاندامنتال بيريود بتاعته طويله. لو انت المبنى فليكسبل جدا وطويل معناه ان المبنى ده هيروح وهيرجع في وقت كبير، فبالتالي هيبقى قريب من الفاندامنتال بيريود بتاعت الويند، فبيحصل شويه فايبريشن. عشان ناخد الديناميك ستراكشر انتراكشن ده ما بين الويند وبين الاستراكشر، فده هيكون من خلال مين؟ هيكون من خلال الفاكتور بتاع السي اس. السي اس ده بياخد شويه فاكتورز كتير ريليتد لشكل المبنى، طبيعه الارض، الارتفاع، الجزء بتاع مثلا سرعه الويند، بياخد الدامبنج بتاع الفاندامنتال بيريود بتاعت المبنى، الفاندامنتال بيريود بتاعت الفريكونسي بتاع الويند. كل الحاجات دي الفاكتورز دي هتلاقي بتخش جوه كده انتظام الويند والويند بريشر على شكل المنشأ والمبنى، الريزونانت، كل الفاكتور والتربلنس انتنسيتي، بياخد كل الفاكتورز دي طلع لك بيهم انت
الإفكت ده هيكون increase fluid pressure على مبنى بقيمة قد إيه. وكده نكون وصلنا لنهاية المحاضرة. إن شاء الله برضه هشرح example على الجزء بتاع الفاكتور بتاع السي اس ده، عشان برضه نحس بالأرقام الدنيا عاملة ازاي، عشان هو الموضوع محتاج مثال أكتر. إن شاء الله المحاضرة الجاية نشرح مثال كده اهوت على السي اس. كان معاكم المهندس محمد إسماعيل. تمام، تقدروا تتابعوا تشوفوا المحاضرة اللي فاتت، وتقدروا تشوفوا المحاضرة دي والمحاضرات الجاية على وسائل التواصل الاجتماعي. ولو عندكم أي سؤال تقدروا تواصلوا معايا على